لازم برضو الشرير يكون موجود في الفيلم او المسلسل عشان يتحقق عندك عنصرين، وهما الانتصار والهزيمه. وساعات كده، ساعات مش دايما يعني، الشر بينتصر، وساعات برضو ما بيقدروش في العمل الفني بيمنعوا الناس انها تتعلق بالشرير اكتر من اللي بيحاربه. الشرير في الحاله دي هو اللي بيبقى البطل اصلا. الفيلن اللي هو الشرير دايما بيلمع البطل اذا ما كانش هو البطل. زي ما قلنا يعني في كلبش 2 كان هيثم احمد زكي الله يرحمه كان ظاهر اكتر من البطل اللي كان مكسر الدنيا في الجزء الاول. وظهوره هنا مش بمعنى ظهوره كتير، لا، كان ظهوره طاغي قوي، مميز مش نمطي، وخصوصا بقى الدور جديد عليه تماما. يمكن رصيد هيثم زكي في الافلام او المسلسلات ما كانش كتير قوي، او هو مش كتير اصلا، فده خلى بمجرد ظهوره في دور عاكف الجبلاوي مميز من قبل ما يتكلم اصلا. تعال كده نبص بص اعمق على شخصيه عاكف الجبلاوي ونعرف هو مين اصلا. يبقى ابن ابو العز الجبلاوي، راجل واخد حكم اعدام وعنده رجاله خطره وحاجات كده. وابو ده عنده ابن تاني اسمه عارف، بس ده مات بسبب فيروس ما يعني. وهو دايما بيفضل عارف عن عاكف. عاكف اصلا ابن حرام حرفيا، يعني امه غلطت مع ابو العز وجه من هنا عاكف بقى. يوم ما خنقت امي اغلى الناس عندي عشان اخلص من كلمه الميزانيه. كل ده هنضيف عليه انه ما ترباش مع ابوه، اتربى مع اهل امه اللي هم الغجر اصلا. مين بقى الغجر دول مجموعه من الناس كده منتشرين حوالين العالم، مالهمش مكان ولا ارض معينه، سارحين في ملكوت الله كده، منعزلين شويتين ثلاثه عن الناس، وليهم عاداتهم الخاصه، معروف عنهم انهم متشددين شويه كده. دول الغجر باختصار يعني. فكل ده عوامل تبين لك كده بالمحسوسيه اللي عاكف الجبلاوي بقى كده. ما هو اكيد الشرير مش بيتولد من غير دوافع تخليه كده. يمكن يكون اللي وصله لحاله ده المجتمع او ظروف شخصيه او ايا كان، بس هو مش هيبقى فيلن بالفطره. صعب فشخ تشوف عاكف الجبلاوي عنده مشاعر، لا بتشوفه مبسوط ولا بتشوفه زعلان اصلا. ملامحه جافه بطريقه اللي هو تحس ان هو عنده برود لا نهائي كده في اي موقف، ومقابل ده بيعرف يخطط ويتصرف برضه. وبصراحه في حته كده حسيتها لا منطقيه شويه وانا بتفرج على المسلسل، بس هنفهمها قدام شويه مع بعض. وهي دافع انتقام عاكف الجبلاوي من سليم الانصاري. حسيت الموضوع مش مستاهل كل ده اصلا. سليم الانصاري بدوره ضابط شرطه راح جاب ابو العز الجبلاوي من المكان بتاعه وربطه وجره وراه كده، فعاكف الجبلاوي مشكورا راح قتل عيله سليم الانصاري. فبس واحده مقابل مليون، خلصت. لا، فضل وراه وفين يوجعك يا سليم، وخد وادارة الملحمة بقى. وقف ضرب النار، وقف ضرب النار. هنعرف بقى السبب ده قدام شويه يعني. عاكف الجبلاوي ما ظهرش في الاول كده يعني، هو ظهر في اخر مشهد من الحلقه الاولى، عشان من ساعتها بقى بالتحديد نعرف ان احنا داخلين على اداء تمثيلي ممتع لابعد الحدود من هيثم احمد زكي الله يرحمه. الطله بس بتاعته والله انا اشتريت خلاص. اللبس بتاعه دايما في الغامق كده، مفيش لون فاتح عاكف بيلبسه اصلا، وده بيوضح لك انه غامق قوي من جوه ومش مهتم اصلا بالمظهر بتاعه. عاكف ما عندوش شعر اصلا، وده بيوضح شكل ملامح الشر اكتر. مفيش شعر في وشه، بيبان كل التفاصيل، لان عاكف في المسلسل هو الجوكر بتاعه، كل تفصيله لازم تبان لان هو دايما بيخبي مشاعر. فانت اقرا عينيه بقى اللي دايما صعب تلاقيه بيرمش اصلا. عاكف الجبلاوي بيخوف من نظره كده، مش لازم يتكلم اصلا، مش بيتناقش مع حد، هو بيجي يبلغك اللي هيعمله. كنت في اغلب الوقت تلاقي الكاميرا كده جايباه من تحت عشان توريك الهبه بتاعته. اغلب الاحيان كانت المشاهد بتاعته في اماكن مقفوله عشان يقدروا يتحكموا في الاضاءه، انها دايما تبقى هاديه قوي او غامقه عشان تعمل ماتشنج كده مع عاكف من جوه. تكون ضربك ضربه تكسب ظهرك وتجيب راسك الارض. يمكن كنت بشوف في اغلب الاحيان شخصيه توني مونتانا في الشر بتاعه. توني مونتانا وعاكف الجبلاوي مهووسين بالسلطه وفرض الشخصيه، ودي كانت اهم حاجه عند الاثنين. والاثنين دوافع الانتقام عندهم ما كانتش قويه قوي عشان المدعكه اللي ده عملها وده عملها، فكل ده كان بغرض الانتقام وبس. ما شفناش مشاعر عاكف الجبلاوي غير في حلقتين بس، وهي الحلقه ال15 والحلقه ال16 بس كده. اول مره لما كان بيعترف لابوه ان هو اللي قتل امه وخنق. عشان ايه؟ عشان هي غلطت مع ابوه وهو جه من الغلط. عايزك بقى تحط لي تحت دي خط كبير كده وتستنى شويه معايا، عشان هيدور عليها حاجات كتير بالنسبه لعاكف الجبلاوي معانا دلوقتي. وكمان كان بيتجادل مع ابوه جدال طويل انه بيفضل ابنه اللي مات اللي هو عارف عنه حتى بعد لما مات. عشان ايه بقى؟ عشان عارف ليه ام واب على الورق وقدام الناس متأصل وليه اصول يعني، انما عاكف ملوش ورقه واحده عند الحكومه اصلا، اللي كان بالمناسبه يعني ده سلاحه الاقوى اصلا. في دايما معادله كده، وهي ان طول ما في قوانين لازم يبقى في مخالفين للقوانين دي. وما شاء الله عاكف الجبلاوي خارق لكل القوانين، يعني ارهاب تلاقي، تجارة أعضاء تلاقي، جاسوسية وتعاون مع دول أخرى لهدم دول تانية، قتل، كل حاجة غلط بكل ما تحمله الكلمة من معاني. طب هل ده يوحي لنا بحاجة أصلا؟ أيوه يوحي بكتير أوي كمان، وهو إن اللي بيعمله عاكف أصلا مش طمعا في حاجة، ولا هو عاوز حاجة، لا فلوس ولا انتقام أصلا، كل ده مجرد غلاف خارجي بس. لكن اللي بيعمله ده محاولة منه عشان يثبت إن هو عاكف الجبلاوي اللي أشطر من أي حد، وبالتحديد عارف أخوه. عارف الجبلاوي دايما عامل عقدة لعاكف بيخليه على طول في محاولة لإثبات نفسه، عايز يبقى هو الطاووس الوحيد وسط باقي الحيوانات اللي موجودة عشان يثبت إن أبو العز طول عمره غلط. بنعدي نص المسلسل وبالتحديد في الحلقه ال15 بنفهم الكلام اللي قلناه فوق ده، وايه هو سر تكوين شخصيه عاكف الجبلاوي وهو ابوه والحاجات اللي اتكلمنا فيها دي. وبنيجي للمشهد اللي بيحكي فيه عاكف ازاي قتل امه. عايز تعرف جبت الجسوه اللي بجد؟ يوم ما خنقت امي اغلى الناس عندي عشان اخلص من كلمه ابن الزانيه ولا عندي 20 سنه. وهو حكى ازاي قتل امه مرتين. اول مره عاكف يقتل كان عنده 20 سنه،
اول حد يقتله كان امه، ومش بسكينه ولا مسدس، خنقها بايده كده. انت متخيل فعلا كميه الوجع اللي هو ساعتها حسه وهو بيعمل كده؟ انت متخيل فعلا كميه القسوه اللي وصل ليها؟ تخيل عامله ازاي؟ مش مجرد قسوه من اب عادي، اب غلط مع واحده من الغجر وخلف منها وراحت له بدل المره مليون عشان يعترف بالولد، او على اقل تقدير يرضى بس ان يكتبوا اسم حد تاني عشان الولد ما يبقاش منبوذ من الناس، عشان ما يطلعش عاكف الجبلاوي. بص هو عاكف هنا حكى لابوه سيناريو لموت امه، هيحكي تاني لهنادي البت اللي حبها قبل ما يقتلها بس بطريقه تانيه. عارفه يا نادي، انا ما حبيتش حد في الدنيا كلها قد امي الله يرحمها، بس انا امي الله يرحمها لما وقفت في طريقي قتلتها. وهنا عاكف بيقول روايه تانيه في قتل الام، كل مره على حسب الموقف. يعني لما حكى لابوه عن سبب قتل امه شايله الذنب وقال عشان انت السبب يا ابوي اني اقتلها اصلا. والمره التانيه هو بيحكي لهنادي عشان بتتكلم مع البنت اللي تخص سليم الانصاري وبتطمنها من ناحيه عاكف وان قد ايه قلبه طيب وحاجات كده. ساعتها قال لها روايه تانيه خالص، وانه قتل امه عشان وقفت في طريقه، وده كان تمهيد منه عشان يقتلها ويعرفها ان هي السبب في موتها. دي بتاعتك انت بقى، انت اللي حكمت على نفسك بالموت مش انا. لا طب فهمنا الحته دي. تعالى كده بقى المشهد موت ابو العز. ابو العز لما مات كانت تاني مره نشوف مشاعر عاكف الجبلاوي. شفناها اول مره وهو بيعترف لابوه لقتل امه زي ما قلنا كده يعني. بوي رد عليا يا بوي. تعالى نتكلم هنا شويه عن هيثم احمد زكي مش عاكف ابو العز الجبلاوي. هنا بنشوف هيثم احمد زكي وهو بيودع ابوه احمد زكي. المشاعر اللي طالعه منه دي مش مشاعر عاكف اللي شفناها قبلها بحلقه، المره دي المشاعر مش جافه خالص، المره دي دموعه كانت بجد فعلا. فالنتيجه طلعت لنا المشهد الجميل المؤثر بطريقه فعلا توجع، اللي اي حد هيشوف المشهد ده هيشوف اللي كل الناس هتشوفه. ده هيثم احمد زكي وهو بيودع ابوه احمد زكي، الله يجمعهم ببعض في الاخره يعني. اما عاكف الجبلاوي هنا رافض يصدق ان ابوه مات، هو شايف ان هو ابوه مش هيموت، وحتى لما ادرك الحقيقه وان الاوهام مش هتنفع وده امر واقع قال لك الجبلاوي ما بيموتوش غير لما بياخدوا حقهم الاول. هو هنا رافض يصدق ان ابوه مات من غير ما يثبت له انه هيجيب له حق اكتر من اللي عمله، كمان عايز يثبت له انه احسن من عارف بمليون مره، وبدل المليون مليونين وثلاثه كمان. مش بقول لك عقده، بيقول له دكتور ماجد صحيه، اعمل اي حاجه، اكشف عليه اكشف عليه، تعال اكشف عليه هنا، شوف لك حل صحيه. هو مش جايبه عشان يقول له الوالد مات، لا هو عارف انه مات، هو مش بيطلب تاكيد على الحدث، هو جايبه يأمره انه يرجعه للحياه تاني. هوس السلطه بقى، جبروت يا اخي والله، يعني ريسبكت جدا للي كتب السيناريو وكتب الكاركتر ده بالذات. وفي الاخر عاكف كان ممكن قوي يطلع هو العالم اللي طلع من ظهر الفاسد ويبقى نقيض عارف اخوه اللي من الاب بس، اللي اسمه موجود على ورق، اللي مش منبوذ خالص، الابن المدلل اللي خد الاحترام من الناس مش بس لان له اصول وامه واب عادي زي اي حد، لا ده كمان عشان ابوه ابو العز وده يدي صلاحيه عن غيره كمان. بس اللي عمله ابوه خلت عاكف ما هو عليه زي ما شفنا كده، وفي النهايه قدم لنا اداء ولا اروع واستمتعنا بيه جدا. وخلاص هيثم احمد زكي من الواضح ان دلوقتي ممكن يكمل مسيره ابوه عادي مع التطور طبعا بين الفتره والتانيه، وبدانا نشوفه في اعلان رمضان 2018 وخلاص بقى لي اسره وما بقاش وحيد. وخلاص كده جالنا خبر موته في نفس السنه بعدها بكام شهر اصلا، والصراحه يمكن الخبر ده هزني جدا ساعتها وزعلت عليه بطريقه غريبه وكانه كان صاحبي واعرفه جدا. فيا ريت يا جماعه ندعي له بالرحمه. عملت رواتش اصلا للمسلسل بسبب فراغ ما، وكان احلى رواتش ويمكن صدفه حلوه عشان اعمل عنه حلقه والناس تفتكر او يجي على بالهم وندعي له كلنا بالرحمه كده. وبس كده حاجه اخيره بس كده قبل ما نقفل الحلقه عشان الناس اللي بتفهم غلط، انا كل اللي حكيته ده ما كانش مبرر للشر خالص، مفيش اي مبرر للشر اصلا. يمكن اللي اتكلمت عنه ده كان وجهه نظر الشخصيه او وجهه نظر الكاتب او وجهه نظر إيه عموما، مش وجهه نظر عامه تمام، لان مفيش مبرر للشر. اي حد بيتولد في ظروف صعبه برضه بقى في ايده الاختيار انه يطلع كويس او لا، اذا كان هيعدل او لا. فبس كده في اختراع كده انا عملته هنا في التشانل اسمه سبسكرايب او اشتراك لو انت عامله بالعربي يعني، فبقى مبسوط فشخ انا ما بتدوس عليه، فادوس عليه بقى. وتحت السبسكرايب كده تلاقي ايد عامله كده، هو ده بقى بقول لك انت راجل تمام، راجل صح الصح، دوس عليه برضه. ولو تدي كومنت بقى بتبقى الحوار اجمل بكده، بتبقى من توب 1 عندي. ويلا صباحكم ومساءكم لذيذ.